اللهم يا رب، أسألك استجابة الدعاء في خير أيامك يوم الجمعة. اللهم أنت تعلم ما يفرحني، وتعلم ما يشغل تفكيري، وما يضيق صدري لأجله. يا رب، وكلتك أموري فأصلح لي شأني كله. اللهم فرج هم المهمومين، واشرح صدورهم، وأنزل الراحة والسكينة في قلوبهم. أسأل الله تعالى أن يزيل عنا هموم الدنيا، وينير لنا درب السعادة، وأن يجيرنا من الشر والحسد، وأن يقضي حوائجنا جميعا، ويديم علينا الصحة والعافية. اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل ما أخافه وأحذره بردا وسلاما علي، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا رب العالمين. يا صباح التفاؤل والرزق والبركة، جمعة مباركة عليكم جميعا. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. فيديو النهاردة بقى روتين صباحي كده يوم الجمعة عند ماما، أول مرة أعمله معاكم. بس ما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو تحطوا اللايك وتصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد ما تشوفوا الفيديو تسيبوا لي تعليق حلو من تعليقاتكم الجميلة اللي بتشجعني. واللي أول مرة يشوف قناتي ولسه ما اشتركش فيها يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد مننا وينضم لعيلتنا الجميلة. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا بقى وشوفوا قضينا الصباح بتاعنا ازاي وعملت ايه النهاردة على بركة الله. فتحت بقى الشبابيك الشقة كلها كده والبلكونة عشان الشمس تخش كده تملى الشقة. وطلعت البطاطين بره تتهوى. وعملت ايه كمان، كنت نقع الابيض من بالليل في الغسالة ورحت شغلت عليه الغسالة، قلت برضه عشان يلحق يخلص الدورة بتاعته، عشان اشيل الملايات دي كمان هغيرها واحطها في الغسالة. قلت يعني نغير الفرش النهارده كده. يعني انتوا عارفين ان انا لسه عاملاه مبقاليش يعتبر كام يوم، وكنت عامله شقه لماما، فقلت بقى بالمره غيرهم كده الفرش معانا واحط الملايتين في الغساله. الشقه نظيفه وزي الفل، بس انا بحب ايه تبقى ايدي فيها اول باول طول ما انا قاعده كده، لان خوخه ما شاء الله لما بتيجي تقعد معايا شويه بتملالي الارض حلويات على فتافيت شيبسي على، فانا اكنس الحق نفسي قبل النوم. فهويت بقى الشقه وهويت الفرش، وقلت اغير الملايات كمان. وبعد ما نخلص باذن الله انزل اجيب الفطار انا وياسين. اجواء يوم الجمعه دي ما احلاها عند ماما، والله العظيم اجواء جميله جدا، غير ما كل واحده في بيتها بصراحه. اجواء جميله قوي. بتفكرني باجواء زمان كده والجو الاسري الجميل وانا كنت صغيره في البيت في بيت ابويا. مين فيكم كان بيجي يوم الجمعه امه تقول له اجري روح اشتري لنا بخور، واهم حاجه عين العفريت؟ حد عارف عين العفريت دي؟ كانت بتبقى يعني زي حبايه حمرا كده وفيها عين سودا. عين العفريت اهم حاجه، عين العفريت. ونيجي ونحطها في المنقد. ماما عندها منقد بس انا ما جبتش صراحه بخور سايب. دلوقتي بنستسهل وبنجيب اللي هو العيدان دوت. حط عين العفريت وحط البخور وشويه ملح، ولازم يطقطقوا في الشقه يوم الجمعه. من الحاجات الاساسيه اللي كنا دايما لازم نعملها يوم الجمعه. بصوا انا خلصت الاوضه دي، بصوا ولعت عود بخور اهو دلوقتي. طبعا الحاجات دي بقت سهله دلوقتي واسهل من موضوع البخور السايب. البخور السايب وفي طبعا افضل دلوقتي اللي هو البخور الجاوه الابيض، بس احنا بنستسهل اللي هو العيدان ده، يعني بيدي ريحه حلوه كده في الشقه. دخلت بقى على الاوضه التانية. بصوا حاجتنا مرميه فين، انا سبتها زي ما هي في الشنط من ساعه ما جيت عند ماما. المفروض ان الدولاب الصغير اللي كان في الاوضه التانية ده يبقى مشاركه للكل، انا واخواتي اي حد يجي يبات ان هو يحط هدومه فيها ويحط حاجته فيها. بس روان وخوخه بحكم ان هما موجودين مع ماما على طول وباستمرار استولوا على الدولاب، مفيش مكان احط فيه حاجتي. اعمل ايه؟ قلت اسيبهم كده في قلب الشنطه زي ما هما، وكل فتره المهم. بس هما مبهدلين لي الدنيا ولادي بالكتب بقى، كل شويه اشيل قلم من هنا كتاب من هنا. مع اني والله يعني عايزه اقول لكم برضو في الفتره دي ما راحوش المدرسه كتير. ما عرفتش اتحرك كتير بيهم واوديهم المدرسه كتير، بس كانوا بيروحوا دروس اهم حاجه، لان الدروس بتعوض موضوع الحضور في المدرسه وبتعوض الشرح بتاعهم.
ما ينفعش إن أنا أقعّدهم من الدروس كمان، لإن الفترة اللي جاية هيبقى عندهم امتحانات، كذا امتحان، من ضمن الامتحان بتاعة الشهر، وامتحان تاني اسمه المهام الإدارية. طبعًا أنا ولادي تبع الجيل الجديد، عندهم كذا امتحان بيمتحنوه غير نُص السنة طبعًا قرّب، فمش عايزة إن أنا أقصّر معاهم عشان ما اشيلش ذنبهم يعني، مع إن هُم بيروحوا برضه الدرس وبييجوا بيقضّوها لعب، بس هاعمل إيه غصبٍ عني طبعًا بحُكم الكام يوم اللي أنا قاعداهم عند ماما، ومش عايزة أحسّس ماما برضه إن هي إيه، سبب في إن أنا مقصّرة مع ولادي، يعني فاهمين أقصد إيه؟ بس، وأنا أتمنى إن أنا أخدم ماما برموش عينيّا والله العظيم، لإن أنا ما ليش إلا هي في الدنيا دي، عايشة ببركة ربنا ودعاها ليّا، ربنا يخلّيها لنا يا رب ويدّيها الصحة والعافية يا رب. العملية الأولانية لمّا عملتها كانت عاملاها كنا في فترة أجازة، فما كانتش مأثّرة معايا أوي موضوع المروح والمجي المدارس وكده، طبعًا ما فيش كان مدارس فكنا قاعدين أجازة، فالمرّة دي كان الموضوع ضغط عليّا لإن في مدارس وفي دروس وفي امتحانات داخلة عليّا، فكان غصبٍ عني، وفي نفس الوقت مش عايزة أقصّر معاها ومش عايزة أحسّسها إن هي السبب في تقصيري مع عيالي. فبس، فالحمد لله يعني ربنا بييسّر لنا أمرنا وحالنا، وكفاية إنها بتدعي لي دعوة تصلح حالي، ويعني ربنا يبارك لي بيها، وإن شاء الله ربنا يطعمني في ولادي يا رب ببركة دعاها، وبركة ربنا طبعًا معانا قبل كل شيء، الحمد والشكر لله. أنا عايشة بدعاها والله. ما ليش إلا هي، ما أقدرش إن أنا أزعّلها ولا أبعد عنها، وأي حد حاطط في دماغه إن أنا مكوّشة على محبة أمي ليّا أو طماعة إن أنا عايزة آخُد أمي ليّا، يعمل زيي، ما يزعلش، يعمل زيي. صباح أنا باحب ماما وباراضي ربنا قبل ما باراضي ماما، ما ليش إلا هي في الدنيا، زي ما خدمتنا وإحنا صغيرين وشالتنا وإحنا صغيرين، ما ينفعش إن أنا أسيبها في ظروف زي دي. ربنا وحده اللي يعلم بيها، وطبعًا عملية في العين زي يعني حاجة حساسة، ما ينفعش إن إحنا نتخلى عنها. فبس أنا باتمنى من ربنا إن ربنا يرضى عليَّ وهي ترضى عليَّ، وأكسب دعاها ليّا في الدنيا ديّة، وربنا يراضيني في عيالي زي ما باراضي أمي كده يا رب. خلّصت بقى الأوضة التانية وقفلتها، وخلّصت الأوضة بتاعتنا إحنا وقفلتها، وفرشت الفرش البياضات البيضا دي الطقم التاني، وبعد كده هاخش بقى أطلّع الدورة بتاعة الغسالة هانشرها، هادخّل البطاطين بقى اتشمست وخدت وقتها طبعًا في الشمس الجميلة، ما أحلى اسم شمس الجميل ده، شمس يا شموسة، أنا باحب اسم شمس أوي، ربنا يبارك فيها يا رب ويخلّيها لي. أدخّل بقى البطاطين طبعًا أطبّقها أدخّلها جوّه، وبعد كده أجيب الفرش الأبيض هانشره، وياسين نزل عشان يجيب لي العيش هو وروان، وبعد كده هاخده بقى وأروح إيه، أجيب الفطار من حتّة بعيدة شوية، شُفت اللي بيقول لك الشيخ البعيد سيره باتع، بس إحنا بنحب في مطعم بعيد شوية عن المنطقة، بنحب نجيب منّه بتبقى حاجته جميلة أوي، وبصراحة ربنا بُصّوا تخشوا المطعم كده تحس إن أنتم شامين ريحة شُفت اللي بيعمل كباب وكفتة، هو كده. حاجته جميلة جدًا وتفتح النِفس، وحاجته دايمًا بتبقى طازة وحلوة أوي الصبح، وكل اللي يخطر على بالي بيبقى موجود في المطعم من الحاجات الجميلة اللي تفتح النِفس بقى كده وتشهي الواحد. باحاول على قد ما أقدر إن أنا أساعد ماما، مش عايزة إن أنا أضايقها، مش عايزة إن أنا أحسسها إن هي لوحدها، لإن طبعًا إحنا 4 بنات كلنا متجوزين، وهي طبعًا بتبقى قاعدة لوحدها، وبحكم بيتنا وظروفنا وجوازنا مش دايمًا بنبقى موجودين معاها، أنا على قد ما أقدر وقت الأجازة باجي لها، بس طبعًا وقت الدراسة بابقى غصبٍ عني بتبقى هي مرّة في الأسبوع، لو قدرت إن أنا أبات معاها بابات، ما قدرتش بقى يعني هي بتسامحني في الموضوع ده، لكن وقت الأجازة بنبقى عندها على طول. نزلت بقى أنا وياسين كده رُحنا نجيب الفطار، هنجيب الجرجير الأول، لازمًا طبعًا نحطه كده معانا، وجبت شوية خضار كمان من السوق عشان الغدا بتاعنا بتاع النهارده. بُصّوا بقى المطعم زحمة جدًا من جوّه، قُلت لياسين استناني أنت برّه وأنا أخش للمعركة دي. كل حاجة سخنة كده وجميلة وريحتها حلوة، لو الريحة توصل لكم بقى كده ريحة الطعمية. جبت بقى طعمية وجبت مسقعة وبطاطس شيبسي وفول وسلطة. ما تستغربوش طبعًا لياسين لابس نُص كُم زي ما قُلت لكم الفيديو اللي فات، الفيديوهات دي أنا مسجلاها،
وما لحقتش انا انزلها في الميعاد على طول، عشان يعني حصلت عندي شويه ظروف كده، والحمد لله. حضر بقى الفطار كده، هما يحطوا لنا الطبليه الجميله بتاعتنا. اهم حاجه بقى ايه؟ المسقعه بتاعت ياسين. يا ماما انا عايز مسقعه، يا ماما انا عايز مسقعه. حاضر يا ياسين، جبت لك المسقعه يا ياسين. والفول المحوج جميل، والسلطه البلدي كده مميه، الحاجه الحلوه كده اللي تفتح النفس، وريحه الاكل كده واللمه الحلوه. والله ولا يوم من ايام امي وابويا تتعوض. ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب، ويخليها لي امي، ويرحم ابويا ويرحم امواتنا اجمعين. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتكتبوا لي تعليق حلو من تعليقاتكم الجميله. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب ويحفظكم. واشوفكم في فيديو تاني جديد على خير، واسيبكم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.